فيلمنا بيبدأ في بلغاريا في وسط الصحراء عند بئر من آبار البترول، وبتعرف كيلي المسؤول عن الموقع إن الموقع هيتقفل. فبتروح بسرعة لمديرها وبتسأله عن اللي بيحصل، فبيقول لها إنها مهندسة فاشلة علشان هي ما قدرتش تلاقي برميل بترول واحد، علشان كده هيرفدها ويقفل الشركة لأنها خسرتهم فلوس ووقت. فبتتضايق جدا كيلي لأنها بيكون عندها أمل إنها ممكن تلاقي برميل بترول واحد، وفجأة بتلاقي الطيارة المسؤولة عن رحلتهم لبلدهم وغلق الموقع وصلت. فبتتخانق مع الطيار تونز وبتحاول ان هي توقفه عن غلق الموقع، لكنه بيتعامل معاها بوقاحة وبيقول لها ان هي كده بتعطله عن شغله. بعدها بيروح تونز يهزر مع المساعد بتاعه اللي بيكون اسمه اي جي، وبيظهر انهم مراهنين لو كيلي هتتعصب ولا لا، وكأنهم قاصدين يخلوها تسمع علشان يغزوها. فبتتعصب كيلي اكتر وبتروح تتخانق معاهم تاني، فبيطلب منها تونز ان هي تجهز نفسها هي وفريقها علشان يمشوا. فبيجهز الفريق وبيقفل تونز الموقع وبيركب الكل الطيارة، ولكن بيبقى فاضل واحد واللي بيبقى اسمه إليوت اللي بيوصل الطيارة أخيرا وبيركب جنب كيلي. وبيروح واحد من العمال يركب جنب المدير، ولكنه بيظهر ان هو شخص عنصري وبيطلب منه يقعد مع باقي اصحابه في المقصورة الخلفية. وبتتحرك الطيارة وبيظهر ان تونز واي جي صحاب جدا وبيستمتعوا برحلتهم سوا. وبعد شوية بيشوف تونز قدامه عاصفة رملية قوية جدا، وبيتصدم هو واي جي اول ما بيشوفوها وبيتخضوا. وبيطلب اي جي من الركاب ان هم يربطوا الاحزمة كويس لانهم داخلين على عاصفة. ومع الوقت بتزيد العاصفة جدا وبتظهر على مدى واسع حوالين منهم في الصحراء. وفجأة بيسمعوا صوت حاجة اتشالت من فوق سطح الطيارة، وبيعرف تونز ان هو الهواء الخاص بالطيارة. وبيطلب من اي جي يتصل باللاسلكي لاي مكان قريب، ولكن بيظهر ان مفيش اي حد بيستجيب. فبيقرر تونز ان هو ينزل عجلات الطيارة علشان تساعده على الدفع. فبيقوم إليوت من مكانه وبيدخل لكابينة الطيارة وبيقول له انهم مش هيتجاوزوا العاصفة طول ما وزنهم تقيل، وانهم لازم يرموا حمولة الطيارة. لكن تونز بيتعصب عليه وبيطلب منه ان هو يرجع مكانه وهو يتصرف. وبيقوم اي جي علشان يطمن الركاب، وبتفضل العاصفة تزيد وبتكون السبب في ان جناح الطيارة يتكسر. فبتقع الطيارة على الرملة، وبسبب سرعتها القصوى بتمشي الطيارة لمسافة طويلة، وكل جزء فيها بيتكسر وبيقع اخر واحد من الركاب الطيارة وبيموت. واخيرا بتقف الطيارة، ولكن العاصفة بتفضل مستمرة. فبيمنع تونز اي حد يخرج والا هيتحول لهيكل عظمي من شدة الرياح. وبيفضلوا ساعتين لحد ما العاصفة تهدى، وبعدها بيخرجوا من الطيارة وبيعملوا قبرين للاتنين اللي ماتوا. وبيفضلوا قاعدين يفكروا اللي المفروض هيعملوه. وبيحسب تونزو واي جي كمية الاكل الموجودين على الطيارة وكمان عدد الايام اللي هتقدر ان هي تكفيهم فيها، وبيقسموها على عدد الركاب. وبعدها بيستخدموا شراع بيعلقوه على جسم السفينة علشان يحميهم من اشعة الشمس. وبيبص تونزو واي جي على الخريطة وبيحاولوا يحددوا المكان اللي هم فيه، وبيعرفوا ان هم قريبين من حدود الصين. وبيحدد اي جي اقرب سفينة ليهم واللي بتبقى على مسافة 300 ميل. وبيقول تونز ان مستحيل حد يقدر يمشي المسافة دي وسط الصحراء، بس بيتطوع واحد من الفريق اسمه كرو وبيقول لهم ان هو يقدر يمشي المسافة دي لانه متعود على سباقات الماراثون. ولكن بيظهر شخص تاني وبيقول له ان الصحراء مختلفة تماما عن سباقات المدينة، وانه ممكن يلاقي نفسه ماشي في دواير لان سرعة الرجل اليمين اسرع من الشمال، وان ممكن كمان ان هو يكون ماشي في طريق غلط لان الخريطة اللي معاهم اصلا خريطة قديمة. وانه كمان مستحيل يقدر يمشي المسافة دي وسط درجة الحرارة العالية، خصوصا كمان ان هم في شهر يونيو. لكن كورو بيقول لهم ان هو ممكن يبدأ رحلته بالليل وياخد معاه البوصلة، لكن بيرد عليه ستاندش وبيقول له ان دي حاجة مستحيلة لان المنطقة اللي هم فيها مليانة بالجبال المغناطيسية، وده اللي هيخلي البوصلة اصلا ملهاش لازمة ومش هتحدد اتجاهه بشكل صحيح. فبيعرفوا انها فكرة فاشلة وبيقرروا ان هم هيستنوا لحد ما اي شخص يلاحظ غيابهم، وبيتناقشوا في متوسط المدة اللي الناس ممكن تلاحظ فيها غيابهم. فبتقول لهم كيلي ان هم ولا حاجة، وان الشركة بتعتبرهم ملهمش قيمة ومستحيل يسعوا ان هم يلاقوهم. وبتسأل تونز عن احتمالية ان حد ممكن يلاقيهم وسط الصحراء، فبيقول لها ان هو احتمال بنسبة 5% بس، لكن الكل بيفضل متمسك بأمل ان ممكن اي حد يلاقيهم. وبالليل الكل بينام في الطيارة، وبيقوم شاب اسمه جون علشان يدخل الحمام، لكنه بيتكعبل في صخرة صغيرة وبيقع من فوق التلة اللي هم عليها، وبيفضل طول الليل وسط العاصفة. وتاني يوم بيكون جلده اتشال عن عظمه من قوة العاصفة، وبيلاحظ الكل غيابه، ولكن بترجع العاصفة من تاني ما بيقدرش حد يدور عليه. وبعد شوية بتتخانق كيلي مع تونز لانها شايفة ان هو شخص جبان وانه مش عايز يعمل حاجة. فبيقول لها ان اي حركة منهم هتكون السبب في ان المية والاكل يقلوا، وانه مستحيل يعرضهم او يعرض نفسه للخطر ده. وفجأة بيظهر إليوت وبيقول لهم ان هو عنده فكرة، وبيقترح عليهم اعادة بناء هيكل الطيارة، وده بيكون بسبب انهم عندهم محرك وديل واكتر من جزء سليم مهم. فبيتريق عليه تونز وبيقول له انت اصلا تعرف ايه عن الطيارات؟
فبيقول له إليوت ان هو مهندس بناء طيارات وانه متأكد ان هم يقدروا يرجعوا يبنوها من تاني لو سمعوا كلامه. لكن تونز بيعترض تماما، وده لانه عايز يوفر الاكل والمية باكبر قدر ممكن. وتاني يوم بيلاحظ الكل غياب شخص اسمه جيمس، وبتصمم كيلي ان هي ما تفقدش اي حد من فريقها تاني، وبتقرر ان هي تدور عليه بنفسها. لكن تونز بيقرر ان هو هيتطوع بدلها ويدور عليه. لكن تونز بيفضل ماشي مسافة طويلة جدا وسط الصحراء لحد ما بيوصل لمكان شبه المقبرة، وبتكون مليانة حاجات مستعملة، وبيشوف في نصها راجل ميت وبيكون فاكر ان هو جيمس. لكن جيمس بيظهر من وراه وبيقول له ان الشخص الميت ده مقتول، وبيبقى على ظهره عدد كبير جدا من الرصاص. فبيقول له تونز ان البدو ممكن يكونوا هم السبب، وانهم اكيد سرقوه قتلوه. فبيطلب تونز من جيمس ان هو يرجع معاه، لكن جيمس بيرفض وبيصمم ان هو يدور على اي نجدة. وبيطلب من تونز ان هو يسمح للفريق باعادة بناء الطيارة لان ده املهم الوحيد. وبيقول له ان الانسان بيحتاج اي امل يتمسك بيه علشان يفضل عايش، وحتى لو الحلم ما اتحققش فعلى الاقل خالص هيموتوا في سبيله. فبيوافق تونز بس بشرط ان جيمس يرجع معاه. فبيروحوا لإليوت وبيطلبوا منه تنفيذ خطته في تصميم جديد للطيارة، وبيقرروا ان هم هيشتغلوا لمدة 12 ساعة طول الليل، وبيستغلوا كمية الوقود الكبيرة اللي معاهم في انهم يشغلوا مولد الكهرباء، وبيركبوا فورا الإضاءة في الموقع وبيستعدوا للشغل. وبيفضلوا يشتغلوا كل يوم بالليل ولمدة 12 ساعة لحد ما في يوم بيكونوا بيلحموا جزء من الطيارة على جزء تاني، وبسبب قوة الرياح بتطير شرارة على برميل البنزين اللي هم هيتحركوا بيه، وبينفجر البرميل وبينهار الكل، وما بيكونوش عارفين ازاي هيشغلوا الطيارة. فبيضطروا ان هم يوفروا وقود مولد الكهرباء علشان يشغلوا بيه الطيارة، والا تعبهم كله هيبقى على الفاضي، وما بيكونش قدامهم اي حل غير انهم يشتغلوا بالنهار. ولكنهم بيبقوا عارفين ان ده هيخليهم يستهلكوا كمية اكبر من المية، ولكن ما بيكونش قدامهم اي حل تاني. وبيبدأوا شغل بالنهار، وبيجي الوقت اللي هيركبوا فيه نص جناح الطيارة بنص الجناح التاني، وبيبقى لازم حد يكون في الجزء اللي داخل الطيارة، وبيقف باقي الفريق واللي بيبقى ماسك النص المنفصل عن الطيارة، وبهدوء بيبدأوا ان هم ينزلوه. لكن فجأة الاحبال بتتقطع وبينزل الجزء المنفصل عن الطيارة بالجزء المتصل بيها، بيبقى واحد منهم جواه وبيفتكروا ان هو مات، لكنه بيظهر قدامهم بعد ما قدر ان هو يخرج من الطيارة على اخر لحظة. وبعد فترة بيلاحظ اي جي ان المية بتنقص، فبيجمع كل الفريق وبيطلع المسدس بتاعه وبيطلب منهم يعترفوا في اللي بيشرب من وراهم. فبيقول له إليوت ان هو بيشتغل بالليل وعلشان كده بيشرب كمية اكبر منهم كلهم. فبيتعصب عليه تونز وبيقول له ان هو لازم يعرفهم الاول. فبيقول له إليوت ان هو المسؤول دلوقتي وانه اهم واحد فيهم ومن غيره ما يقدروش يعملوا اي حاجة. لكن تونز بيتخانق معاه وبيضربوا بعض، فبيتقمص إليوت وبيقرر ان هو ما يكملش الطيارة. فبتتضايق كيلي وبتروح تقعد بعيد عنهم، لكن فجأة بتسمع صوت من بعيد وبتكتشف وجود بدو قريبين جدا منهم. فبتبلغ باقي الفريق وبيفضل 3 منهم يراقبوا البدو، لكن بيكتشف انهم مهربين اسلحة، وده لان مفيش ما بينهم ستات او اطفال. فبيقرروا ان هم يبعتوا 3 منهم علشان يتفاوضوا معاهم في مقابل المية، وبيبقى تونز وجيمس بيحموهم من بعيد ومعاهم مسدسات. لكن فجأة بيشوف جيمس الساعة بتاعته واللي بتكون وقعت منه، وبيتكشف مكانه هو وتونز، وبيضرب واحد من المهربين نار عليهم وبيقتل واحد فيهم. لكن بيقدر تونز ان هو يقتله وبيهربوا. وبعد فترة بيلاقوا مجموعة من المهربين بيراقبوهم وبيخافوا منهم جدا، وبيحسوا ان هما مستنيين الوقت اللي يكونوا فيه في اضعف حالاتهم. وبيتخانق إليوت مع تونز لانه فقد واحد منهم، وده معناه ان 12 ساعة هتتوزع عليهم، واللي معناه استهلاك زيادة للاكل والمية. فبيهينوا تونز وبيتكلم معاه بشكل وقح. فبيتضايق إليوت وبيقرر ان هو ما يكملش بنى الطيارة الا بعد ما بيعتذر له كل واحد من الفريق. فبيضطر الفريق كله فعلا يعتذر له لحد ما بيوافق. فبيكمل الفريق كله بنى الطيارة، وبيعلن إليوت انها جاهزة للطيران. فبيجهز تونز نفسه وبيطلب من إليوت الخريطة. فبيبص تونز لشنطتها وبيلاقي كتيب لنماذج طيارات لعبة. فبيسأل تونز لو هي دي الشركة فعلا اللي هو شغال فيها، وبيعرف ان هو شغال في شركة ألعاب وما يعرفش اي حاجة عن الطيارات بالاحجام الكبيرة. فبيحاول إليوت ان هو يدافع عن نفسه، ولكن بيكون الفريق كله متعصب منه بسبب طريقته معاهم. فبيتضايق الكل منه لدرجة ان المدير بيرفع عليه مسدسه وبيكون عايز يقتله، لكن إليوت بيقول له انه متأكد ان طيارته هتطير. وفجأة بتزيد قوة الرياح وبيحاول الكل ان هو ياخد المسدس من المدير، وبيلاقوا ان الطيارة بترتفع مع الهواء، وده معناه ان في امل انها ممكن تطير بيهم. فبيقرروا كلهم انهم يحاولوا، لكن بتحصل عاصفة رملية قوية، فبيضطروا ان هم يستخبوا في الجزء الباقي من الطيارة، وده لان الطيارة اللي صمموها هي طيارة من راكب واحد بس وهو الطيار. بيبقى الجزء الباقي من الطيارة مفهوش
اي حمولة، وعلشان كده بيكون خفيف في وش الرياح جدا، فبيتقلب جزء الطيارة بيهم لحد ما بتهدى العاصفة وبيخرجوا من مكانهم، لكنهم بيلاقوا الطيارة اللي عملوها مدفونة بالكامل تحت الرملة، فبيفقدوا الامل وبيحسوا بالاحباط، وما بيكونوش مصدقين ان تعبهم راح على الفاضي، وبيبقوا عارفين ان هم حتى لو قدروا يشيلوا من عليها الرملة فالمحرك مش هيدور بسبب كمية الرمل الموجودة فيه. لكن تونز بيقرر ان هو ما ييأس، وبيحاول يشجع الفريق انهم يحركوا الطيارة من تحت الرملة، وبيقول لهم ان هم ما ينفعش يفقدوا الامل والا هيموتوا. فبيتشجع الفريق وبيشدوا كلهم الطيارة مع بعض لحد ما بيقدروا بالفعل ان هم يخرجوهم من الرملة، وبيجهز تونز نفسه علشان يطير بيها، وبيقعد في مكانه وبيبدأ تونز يحاول، وبتتحرك المروحة شوية ولكنها بتقف، وبيبدأ المحاولة التانية فبتتحرك المروحة حركة بسيطة، ولكن في المحاولة التالتة بتخرج نار من المروحة بسبب السخونية، فبيقرر ان هو هيحاول للمرة الأخيرة، وبالفعل بتتحرك المروحة وبتزيد سرعتها، وبيقول انها جاهزة، وبيفرح الكل جدا وبيركبوا كلهم على سطح الطيارة، وبسبب ان مفيش مساحة زيادة فبيضطر انهم يمسكوا في حديد موجود على الطيارة، ولكن قبل ما بيتحركوا بيلاقوا ان المهربين بيجروا ناحيتهم بالسلاح والحصنة، فبيتحرك تونز بسرعة لحد ما بيوصلوا لنهاية الأرض وبيطير بيهم بالطيارة، وبيفرحوا جدا لانهم اخيرا هيرجعوا لبيتهم، وده بسبب روح الفريق والتعاون اللي كان بينهم واللي خلاهم يعملوا المستحيل. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل افلامنا الجديدة. انا باسل عمر، سلام.